انت اتهجمت عليا امبارح. بيضرب ابويا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كل اللي بتكرهه شر، ومش كل اللي بتحبه دايما بيكون خير. الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعالى أما أقول لك إن دايما الخير بيكون مختفي وراء الشر، أي وراء ما تراه أنت شرا. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاك بابتلاء، الابتلاء ده مش شر، الابتلاء دوت لو صبرت هيبقى خير. وربما انت شايفه في الظاهر انه شر، ولكن في خير جاي وراه وجاي بسببه. على سبيل المثال سيدنا يوسف عليه السلام لما اخواته فكروا يتخلصوا منه ويقتلوه وخدوه رموه في البير وانتهوا منه وخلاص، سيدنا يوسف ربنا يبعت له ناس يشيلوه من البير ويستخرجوه من البير، وبعدين ياخدوه لمصر يبيعوه، وبعد كده يتربى في قصر عزيز مصر، وبعد كده يتسجن، وبعد كده يطلع من السجن عزيز مصر. الخير كان مستتر وراء كل هذه الابتلاءات وهذه المحن. عم غريب الراجل المسن بتاع السويس، الراجل المالك للشقة اللي هو ساكن فيها بالإيجار، تطاول عليه وضربه قلمين، صفعه قلمين، استقوى نفسه عليه عشان عم غريب راجل كبير في السن ومريض. فالراجل دوت اللي هو صاحب الشقة راجل بقى عنده جسم وعنده عضلات وعنده قوة، فاستقوى على عم غريب وضربه قدام ولاده وكسر كبرياءه وكسر كرامته قدام أهل الحتة وقدام بنات عم غريب. لكن ده في الظاهر كان شر، لكن كان الخير جاي من وراه. عم غريب ربنا رزقه بشقة إيجارها مدفوع مدى حياته هو وزوجته، وكمان ربنا بعت له عمرة مدفوعة التكاليف ونفقات السفر بالكامل، وكمان الله سبحانه وتعالى بعت له اللي يعالجه علاج دائم مدفوع الأجر مدى الحياة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دايما كن راضي بقضاء الله وقدره، وكن حامدا شاكرا لله جل وعلا في السراء والضراء. والسلام عليكم ورحمة الله.